السلام عليكم. لو عاوز تعرف الاكتئاب بيجيلك ازاي وتقدر تمشيه ازاي، اسمع الكلمتين دول للآخر. اللي اعتبر الاكتئاب دوت شخص خبط على بابك، انت ما تعرفوش، بس هو جالك مفاجأة، فانت حبيت تكرم ضيافته فقدمت له شاي وقهوة وابتديت تهتم بيه اكتر. فكتر اهتمامك بيه خليك تفكر فيه وخليك تبتدي بعد كده تسأله انت عاوز ايه وجاي ليه والحاجات دي كلها. الشخص ده بالضبط هو الحدث اللي بييجي لك سواء خارجي أو داخلي، يعني بمعنى أصح الصدمة اللي بتحصل لك في حياتك، حضرتك اهتميت بيها وابتدي دعمتها بأفكار تانية وما أعرفش إيه، فهي أوتوماتيك بتعمل برمجة ذاتية للعقل الباطن بيخليك تفكر في الاتجاه ده بس. ربنا سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، معاه مش بعديه. ليه معاه؟ عشان خاطر ربنا دايمًا بيبعت أي حاجة أو أي مشكلة بتواجهنا في حياتنا سواء بقى هي ابتلاء من عند ربنا أو بسببنا إحنا، فهي معاها دايمًا حلّها. أنا باركّز على أنهي جانب فيهم هو دي المشكلة. لو أنا ركّزت على الجانب السيء بس فخلاص هيحصل لي الجانب السيء دوّة، لكن لو ركّزت على جانب إيجابي الموضوع انتهى. فأنت عشان تقدر تبرمج نفسك كويس، أول ما تيجي لك حاجة تسبب لك أي نوع من أنواع الحزن أو الكآبة أو الضيق، خلاص ابتدي برمجة عكسية. زي واحد بقى راح عنده مثلًا مقابلة عمل واترفض من الشغل، يعني ما اتقبلش، فهو الراجل عمّال يفكر هم ليه ما قبلونيش، إما إن هو يجيب اللوم على نفسه أو يجيب اللوم على الآخرين، وفي الحالتين الموضوع غلط خالص، لأن اللوم ما بيجيش عليه أصلًا، هو بييجي الجانب الإيجابي في الموضوع إنه ما بيفكّرش فيه، لإن هو لو فكّر هو استفاد أولًا الخبرة، عرف قدراته، عرف المرّة الجاية لازمًا يعمل إيه، ولازمًا يوضّب نَفْسه إزاي، بس الموضوع سهل خالص، أهم حاجة ركّز في الاتجاه الصح عشان ما ييجيلكش اكتئاب. السلام عليكم.